اخطاء اذا سويتها بالامتحان الوزاري دمرت نفسك. زين شنو هاي الاخطاء؟ تعال خليني اقول لك. ما تقرا الماده كلها وتعتمد بس على الاسئله المهمه، هذا اكبر خطا، لان الامتحان الوزاري امتحان شامل وراح تجيك الاسئله من كل الاماكن. ثاني خطا النوم ثم النوم ثم النوم. اذا رحت للامتحان وانت ما نايم هاي غلطه دير بالك تسويها، لان مصيبه، لان بنص الامتحان راح تفقد تركيزك وما راح تقدر تفكر زين وتجاوب الاسئله بشكل صحيح. ثالث خطا، لا تقعد تلعب لعبه الاسئله انت وجماعتك قبل الامتحان ب5 دقائق او ربع ساعه، لان انت يجوز يسالوك سؤال واحد وما تعرفه وما تتذكره راح يخربط كل افكارك وتنسى هوايه من الاجوبه. الخطا الرابع، لا تهمل الاسئله الوزاريه المكرره، لان الوزاري عباره عن اسئله مكرره عبر السنين، يجوز مال العام يجيك هاي السنه وانت ما تدري، فضروري تنتبه عليهن وتركز عليهن وتقراهن زين لان احتمال يجن. اخر خطا واهم خطا وهو الخوف. حاول تتوكل على الله من تروح للامتحان وتروح بنيه صادقه تجاوب الامتحان وترجع، المساله بسيطه لا تعظمها. بس هاي لا تنسون تتابعوني وانضموا هاي القناه تيم شاشة بالتليجرام، راح انزل لكم هواي مراجعات مركزه ونصائح للامتحانات ما بقى لها شيء ان شاء الله، وان شاء الله كل التوفيق.